السلفية يعني من القديم احنا نعرف انها ضد التحزب، ودائما اليوم شوفها في مصر حزب النور، حزب كذا، حزب النور وداخله في السياسة، والاصل انهم ما يشتغلوا في السياسة. ايش اللي صار؟ ليش يعني هذا الانقلاب من السلفية ومواكبة غير متوقعة وبسرعة كبيرة وفوز ساحق أنا أعتبره، لأنه هو في المرتبة الثانية بعد الإخوان المسلمين، أخذ النصف يعني 20 يعني هو يعني يقولون 30% تقريبا من عدد الأصوات. هي 30% من عدد الأصوات، لا أنا أقول أخذ نصف ما أخذه الإخوان. نعم نصف ما أخذ الإخوان، لهم تقريبا 50 سنة أو أكثر. نعم. وهم يعملون بالعمل السياسي. السلفيين ليس لهم إلا أشهر وأخذوا النصف، دليل على أنهم مستقبلهم الانتخابي عالي جدا. أنا أودي يعني التحزب، قضية التحزب. نعم. اللي هم كانوا ضدها واليوم هم يمارسونها. نعم. أنا أتصور أن التحزب الذي كان ينتقده السلفيون ليس المشاركة في السياسة، ليس المقصود به المشاركة في السياسة، وإنما المقصود بالتحزب أن يتحاكم إلى غير شريعة الله. نعم. أن يكون هناك تحزب أو حزبية لها منهج مخالف لشريعة الله، أو تصل بالناس إلى أن لا تكون الشريعة هي الحاكمة على الدولة. وأعتقد أن هذه هي الأحزاب التي كانوا ينكرونها. وأعتقد أن هناك شريحة من السلفيين كبيرة جدا ما زالت تنكر على السلفيين في مصر هذا العمل الذي عملوه. يعني ليس السلفيون متفقين مع الإخوة في مصر على صحة فكرتهم، لكن السلفيين في مصر في تقديري أنهم لم يعملوا هذا العمل، لم يكونوا حزبا لإيمانهم بالتحزب بقدر ما كونوا الحزب لإيمانهم بقضية